وقفنا أمس في تركيب الجلد عند الغدد العرقية، وذكرنا أن الغدد العرقية هي عبارة عن أنابيب ملتفة تفتح بمسام على أن الغدد العرقية تفرز العرق، والعرق هو عبارة عن سائل يحتوي على الماء والملح وبعض فضلات الجسم. ما فائدة العرق؟ بنقول إن العرق هذا عندما يتبخر فإنه يعمل على تلطيف درجة حرارة الجسم، يعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم. المستقبلات الحسية الموجودة في الجلد، يوجد أكثر من حسية الموجودة في طبقة الأدمة في الجلد. عندنا مستقبلات للحرارة والبرودة، ومستقبلات للضغط، ومستقبلات للألم. ومستقبلات الحسية هي في الأساس عبارة عن خلايا عصبية موجودة في طبقة الجلد. نلاحظ أن المستقبلات الحسية غير موزعة بالتساوي على جميع أجزاء الجلد. فمثلا توجد مستقبلات كثيرة للمس في قمة الرقبة وأطراف الأصابع وراحة اليد والشفتين وطرف اللسان. توجد مستقبلات الألم أكثر من أي نوع آخر من المستقبلات الحسية في الجلد. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: الرحمن الرحيم: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن لماذا اختص الله الجلد دون غيره من الأعضاء بالعذاب؟ يحتوي على مستقبلات للألم أكثر من أي نوع آخر من المستقبلات الحسية في الجلد. نستنتج أن الجلد عضو حس. لماذا يعتبر الجلد عضو حس؟ لأنه يحتوي على العديد من المستقبلات الحسية. الصورة أن الناس مختلفة في لون البشرة، فلماذا يختلف الناس في لون الشعر والعيون والجلد؟ الجلد يحتوي على نوع من الأصباغ وتسمى صبغة الميلانين. صبغة الميلانين تفرز من طبقة خلوية في البشرة كبير لألوان الجلد، والذي يتحكم فيها هو صبغة الميلانين، وقد تتداخل معها أصباغ أخرى. فمثلا الميلانين كبيرة في الجلد فيكون هؤلاء الأشخاص لديهم جلد أسود أو بني قاتم. إذا كان الميلانين مختلط مع صبغة الكاروتين فيكون هؤلاء الأشخاص لديهم جلد أحمر أو أصفر. كمية الميلانين قليلة في الجلد فيكون الأشخاص لديهم جلد أسمر فاتح أو بني. أما إذا كان الشخص لا يوجد لديه صبغة الميلانين في الجلد فيكون هؤلاء الأشخاص جلودهم بيضاء أو قرنفلية أو وردية وشعرهم أبيض. إن شاء الله اليوم راح ناخذ أنواع التكيفات في بعض الحيوانات. طبعا إحنا عندنا تكيفات سلوكية وتكيفات بنيوية. راح ناخذ مع بعض الحين التكيفات السلوكية. طبعا التكيفات السلوكية هي تكيفات تحدث في سلوك الكائن الحي وهو سلوك موروث. طبعا فائدة التكيفات السلوكية وهذا السلوك لدى بعض الحيوانات طبعا راح يساعد الكائن الحي على البقاء على قيد الحياة. وهي سلوكيات غريزية، يعني شيء منه وفيه موروث وغير مكتسب، ما في أحد علمه، هو منه غريزة. ناخذ أمثلة على التكيفات السلوكية. طبعا أول شيء عندي فقمة البحر والقطة والعقرب. عندي هني فقمة البحر، طبعا هي تأكل الحيوانات القشرية طبعا مثل المحار والسرطان. فماذا تفعل الفقمة؟ تقوم الفقمة بكسر القشرة بواسطة صخرة تحطها على بطنها وتستخدمها في إنها تضغط السرطان أو المحار على صخور الشاطئ وتكسر الصدفة. عندي هني وضعية إنذار لدى القط. ماذا يفعل القط؟ يبدو الفرو نافر وظهره مقوس يحميه من الأعداء. في هذه الصورة العقرب. لماذا تحمل العقرب الأم صغارها على ظهرها؟ طبعا لتحميها من الحيوانات المفترسة. إلى التكيفات البنيوية، هي تكيفات التي تؤثر في أجزاء جسم كائن حي ما أو طريقة تلونه. على التكيفات البنيوية عندنا كنغر الأنثى وعندنا الأفعى والحرباء. نشوف مع بعض جسم أنثى الكنغر أن لديها جراب. هذا الجراب يساعد أنها تحمي صغيرها من الخطر. نشوف مع بعض هني الأفعى الملك والأفعى المرجانية. طبعا هناك أفعى تقلد الأفعى الأخرى بشكل ناجح. طبعا
هني الأفعى تكيفت بشكل ناجح ويدعى بالمماثلة، أي التكيف الذي يشبه فيه كائن حي كائن آخر. نأتي الآن إلى الحرباء. أين هي الحرباء في هذه الصورة؟ طبعا هذا هو الحرباء، ولكن لا نستطيع التمييز بين الحرباء، طبعا لأن الحرباء عندها تلون وقائي، أي هو التكيف الذي يتألف فيه جسم متعظ ما مع لون خلفيته أو نمطها.